في قديم الزمان أتي برجل إلى القاضي بعد أن ارتكب جرما، فأصدر القاضي عليه حكما غريبا قائلا: أمامك 3 عقوبات فاختر واحدة، أن تأكل 100 بصلة، أن تجلد 100 جلدة، أن تدفع 100 دينار. وقف الرجل حائرا لا يدري ما يختار، فعاد إلى بيته واستشار زوجته، فقالت له بثقة: البصل هين يا رجل، ابن عم العسل، يأكله الكبار والمرضى، وإن أكثروا منه لا يضر، كله وخلصنا. اقتنع الرجل وعاد ليأكل البصل، 1 2 3 حتى بلغ 64، فإذا به يتوقف فجأة جاحظ العينين مشوش الفكر، يمسك ببطنه ويصرخ: كفى، لا أقدر. فقالت له زوجته من جديد وهي تهز رأسها: إن لم تستطع تحمل البصل فجلد ساعة ولا وجع ساعة، اختر الجلدة. فوافق مرغما واستدعي الجلاد، فرفع صوته وبدأ الجلدة: 1 2 3 حتى بلغ العدد 72، فإذا بالرجل يصرخ بأعلى صوته: كفى، ارحموني، لا طاقة لي بهذا العذاب. هنا لم يبق أمامه سوى الخيار الأخير، مد يده المرتجفة إلى جيبه وأخرج 100 دينار ودفعها منكسر النفس منهار العزيمة. ولما انتهى طلب مقابلة الوالي، وقف أمامه دامع العين وقال: سيدي، إن مت يوما فاكتبوا على قبري هذه الحكمة: من أطاع الإناث دفع الجزاء 2 و3،